السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وسلامة. النهاردة نعمل أكلة شتوية جميلة جدا، كاملة متكاملة وبتدفي في الشتاء. طب خلاص، طالما الشتاء دخل خلاص عدس أصفر بقى ومكوناته الجميلة اللذيذة اللي هي بتدفي في الشتاء. هنعمل بقى ايه بقى؟ حبة عدس تحفة كده هوت فيهم كل المواد الغذائية، هنقولها معاكم وهنشوفها. وبصوا شكله عامل ازاي. معانا بصل برضو مخلل كده هوت، والمخلل بتاعي ده هنزل لكم الوصفة بتاعته في مرة من المرات. ده اللي انا عاملاه في البيت يا جماعة، مش شارياه. طبعا هقول لكم طبعا الوصفة عاملة ازاي وطعمها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي. ونروح بقى نتكلم ونشوف الفيديو بتاعنا. ايه مكوناته وايه صفاته. طبعا انتوا هنا في قناة اسرار المطبخ مع اروى. لو ما تعرفوش القناة بتاعتي، يا ريت اذا تفعلوا زر الجرس وسبسكرايب بقى ولايكات يا جماعة بقى عشان يوصلكم كل جديد، وتعليقاتكم الجميلة اللي بتحفزني وبتديني خطوة لقدام. تمام. بصوا بقى، مفيش اروع من كده اكلة شتوية بتدفي في الشتاء. يلا بينا بقى نقول على المكونات بتاعتها وشكلها عامل ازاي، وسهلة وبسيطة. بتتعمل في البيت في وقت قليل جدا، في منت يعني، ما بتاخدش معايا نص ساعة. انا معايا هنا بطاطستين صغننين، بصلاية، حوالي 3 فصوص من الثوم. تمام. كل ده هوريكم هنعمل فيه ايه. ومعايا هنا هو جزرتين، وحوالي 4 طماطميات من الصغننين، ونص كيلو من العدس انا غسلاه كويس كده اهو. هبتدي انزله في الحله بتاعت، طبعا هو لما بيتغسل بيجبس يا جماعه في المصفى. فانا جبت بقى معلقه كده وابتديت ان انا افكه من المصفى الصغيره بتاعتي دي علشان انزله في الحله دي. حله صاج كده، جبت فيها نص كيلو من العدس وغسلته غسله حلوه وصفيته على الاخر ونزلته كده. ماشي. وانت لازق ليه في المصفى؟ لازم بقى ايه، عاجبه المصفى العدس فلازق فيها يعني. كده فضيت نص الكيلو بتاعي. ابتدي بقى اقطع الحاجات بتاعتي بقى اللي هي الجزر كده اهو. قطع عشوائية يعني، انا مش بقطعها طرنشات مع طرنشات، هي قطع عشوائية كده انها تتسلق وتضرب في الخلاط بعد كده. تمام. تمام. يلا شايفاكوا بقى عشان تحطوا له لايك وسبسكرايب وتكتبوا لي تعليقات جميلة وتقولي بتتابعوني من انهي قناة. طبعا اقطع بقى هنا الطماطم بتاعتي كده واحطها في الحلة برضو. كل ده على بعضه. مفيش طبعا اسهل ولا ابسط ولا اسرع من كده. اكلة شتوية وسهلة وسريعة وبسيطة ومش غالية ومش مكلفة. تمام. يلا واحنا ساكتين كده نصلي على الرسول ونذكر ربنا دايما بالاستغفار، ونكمل بقى الوصفة بتاعتنا. ادي البطاطس بتاعتنا اهي، بتاعتي الصغننة دي اللي قلت لكم بطاطستين قطعتهم مكعبات كده وهو صغيرة يعني، وسط كده تقطيع عشوائي. آه وادي البصلة. كل دي يا جماعة حاجات مغذية جدا. بص الأكلة متكاملة ما شاء الله، جزر وبطاطس وطماطم وتوم، يعني مش هقولك أحسن من كده بقى ايه. غذا يعني. تمام. حط بقى الفصوص التوم معايا كده برضو بالشكل ده. سهلة اهي وبسيطة ومش مكلفة، وبتتعمل في منت يعني مش كتير. تمام. اعمل ايه بقى؟ هضيف معايا يعني لتر الا شوية صغيرين من المية. تمام بالشكل ده. مجرد بس ما اغطي الحاجات كده اهو معايا واقلبها واشوف انا حطيت ميه قد ايه. انا بوازن نفسي في الميه بتاعتي. طبعا هو العدس لما بيستوي بيزيد، فانا برضو هتلاقوني بزود ميه وهوريكم وانا بزود الميه. يعني بزود كميه قد ايه. انا بس عشان مش حباه يشرب ميته قوي يبقى تقيل، انا عايزاه يبقى خفيف كده. طبعا هنا اهوت معلقه من الكمون صغيره، ومعايا رشة ملح زي معلقة كده اهوت صغيرة برضو، تقليبة حلوة كده. ويلا بينا على البوتاجاز نحطهم بقى على البوتاجاز. بصوا يا جماعة، اخد غلوة حلوة اهي. ولما حسيت انه ابتدى يتقل معايا تتزوده علشان ما يشطش او يلسع مني. تمام. سيبه بقى لغاية لما يستوي خالص. او حبة مية، بس انا مش بحط كتير بقى، انتي برضه حطي المقدار اللي انتي عايزاه. عايزة تخففيه خالص، عايزة تخليه وسط، دي حاجة ترجعلك. تمام. انا كده خلاص سويته واستوى خلاص معايا. بضطر ان انا اسيبه شويه لغايه لما يهدى
علشان ما يبوظش معايا الخلاط. عندك هاند بلندر حلو جدا، انا كان عندي واحد بس معلش بعافيه شويه، مش هغلب برضه. رحت جايباه كده اهو في الخلاط بعد ما هدي خالص، يعني في سخونيه بس مش اللي هي قوي يعني. حطه في الخلاط كده اهوت مع شويه ميه برضه عشان يتحرك معايا بسهوله، وابتدي اضربه ضربه ضربه حلوه بقى. في ناس يا جماعه ما بتحبش تضربه قوي، في ناس بتحب ان هي تخليه. هوريكم سمكه دلوقتي هيبقى عامل ازاي. ماشي، ضربه كده حلوه قوي لغايه لما يجيني بالشكل اللي هوريهولكوا دلوقتي. بصوا، ايوه كده انا عايزاه كده. بصوا ما شاء الله سمكه حلو ازاي. معنى كده برضو ان هو معانا على الاكل على البوتاجاز، لما هاجي احطه على البوتاجاز هيتقل معايا تاني. هوريكم برضو انا بعمل ايه فيه ولما يجي يتقل. تمام، بصوا السمك بتاعه ده اللي انا عايزاه بقى. عايزه تخفيه اكتر من كده دي حاجه ترجع لك انت، بس هو لازم يبقى ماسك نفسه شويه يعني. تمام. بضيف طبعا بقيه الكميه بتاعتي في الخلاط كده، وهبتدي اضرب الضربه الاخرانيه دي بقى، دول اخر حبه في الخلاط بقى، اخلصهم بقى واوريكم هعمل فيه ايه بعد كده تاني. طبعا العدس طبعا اللي تعيده بقى، وعايزه اقول لكم بقى لما الواحد بيعمله تدفيه بقى وقعاد كده هوت وهوريكم الحاجات اللي بحطها جنب منه اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو ديت. انا بحب لما اعمل اكله اكملها للاخر يعني، حتى لو كانت بسيطه يا جماعه. يعني ربنا يحل زادنا ويقوينا على الغلاء اللي احنا فيه، بس الحمد لله برضو ربنا بيلطف بعباده، ولازم نبقى حابين اللي احنا فيه برضو عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله. تمام. تمام. طبعا انا بقى خلصت كده الكميه بتاعتي، جبت الحله على البوتاجاز وضفت طبعا اللي انا ضربته كله في الطبق بتاعي كده في الحله تاني، رجعته الحله تاني، وهبتدي بقى ايه تسخينه صغيره كده على بال ما نحمر بقيه الحاجه اللي هنحطها عليها. معايا رشه بقى ملح كده بقى، ظبطي بقى التوابل بتاعتك بقى. رشه ملح، حبه فلفل اسود هتشوفوهم دلوقتي اللي هي نص معلقه. ما بحبش اكتر يا جماعه، لان طبيعه العدس حامي شويه، فما بحبش اكتر الحاجات اللي هي التوابل عشان ما تعملش حموضه وتتعب في الصدر. فانا بحط بقى نص معلقه صغيره كده من كل التوابل. انا حطيت طبعا كنت حاطه ملح قبل كده فمش هكتر، حطيت حبه صغيرين. معايا بقى معلقه فلفل اسمر، معايا 7 بهار، ودوت مكعب ماجي، واختياري حابه تحطيه حطيه مش حابه خلاص. في ناس يا جماعه لما تضيفي الميه بتضيف شوربه، ده ايه وجد يعني، فالموجود عندك بتستخدميه وتستعمليه عادي. تمام. طبعا انا حسيت هنا ان السمك بتاعه تقيل شويه، انا حبيت اخففه، ان هو انا عايزه لا شوربه ولا يعني يبقى تقيل، يعني وسط حلو. قلب كده الحلو واسيبه على البوتاجاز على نار هاديه برضه عشان ما يشوفش مني يا جماعه، لان هو كل اللي انا عايزاه ان هو بس يسخن شويه وابتدي اعمل ايه. تمام. جبت بقى طاسه بتاعتي كده حلوه وحطيت فيها معلقه سمنه، اسيبهم يسيحوا كده حلو. ماشي، يلا بقى نصلي على رسول كده اهوت ونحط لايك، نحط لايك علشان نكمل بقيه الوصفه الجميله. عندي بقى ان هو كيس ربع كيلو من الشعريه، انا حطيت نصه. انا ما بحبش اضيف شعريه كتير يا جماعه لانها بتتقل العدس، فكفايه اللي هي زي 8 كيلو كده من الشعريه او كبشه كده من الشعريه على حسب ما تحطي بقى او تقولي. لكن ما تحطيش كتير، لان كل ما هتزودي الشعريه وتحطيها في الشوربه هتتقل معاكي قوي، ومهما تزوديها ميه هترجع تتقل تاني لان الشعريه بتتقل العدس. فانا احط حبه صغيرين على قد ايه ما هتخليها مثلا السمك اللي انت عايزاه. هسيبها بقى تحمر كده حلو تحميره حلوه، ونبتدي بقى هوريكم هنعمل ايه بعد كده. نصبر شويه بقى عشان نشوف اخر الاكله هتحصل فيها ايه، لان بحب اقول الطشه بتاعت الشعريه والثوم، يعني بص بفرح بيها جدا. فاوريكم بقى هعمل ايه بقى. بصوا بقى الحركه دي، استنوا عليا كده اهو. بصوا ما شاء الله حمرتها حلو، بس علشان لما تديها تحميره شويه زياده ما بتنفش قوي في لسان عصفور عفوا معلش، ما بتنفش قوي في العدس. تمام. ادي الطشه بتاعتي، ايه رايكم بقى؟ مش عارفه انتوا سمعتوها ولا انا انا سمعتها وانا بطشها، فما اعرفش بقى انتوا سمعتوها ولا لا. بصوا ما شاء الله طبعا لما حمرتها تحميره جامد مش هتنفش قوي في العدس، وفي نفس الوقت هتبقى آه يعني حلوه. تمام. لكن لما هتسيبيها بيضه هتلاقيها تقلت قوي، برغم انك حاطه كميه صغيره مش كتير، لكن طبعا لازم تحمريها قوي علشان خاطر تديكي السمك اللي هقولك عليه دلوقتي.
طبعًا باقلّب كويس عشان ما اسيبش أي كلكعة من تحت، وأخلّيها بُصّوا الكلكعة اللي في البتاع دي يا جماعة الفلفل الأسمر والحاجات اللي هي بتبتدي بقى إن أنا أفُكّها بالمَيّة كده أهو بُصّوا، ما شاء الله عليها. شُفتوا بقى أنا كنت عاملة حلة قد إيه، وما شاء الله اللهم بارك، اللهم بارك زادت قد إيه. طبعًا بابتدي بقى إن أنا أفُك الحاجات اللي هي ممكن تكون مكلكعة دي كده أهوّة، بُصّوا ما شاء الله عليها بقت عاملة إزاي. عندي بقى في طاسة صغيّرة كده، حُطّي فيها معلقتين من السمنة، يا جماعة يا سلام بقى لو في زبدة بلدي بقى، تدّي الأكلة دي وتودّيها في مكان تاني خالص. لكن المتوفّر يا جماعة بنعمله، مش هتفرق يعني، أهم حاجة البركة والنية الحلوة وإنِّك تصلّي على النبي كده أهوّة وتعملي الأكل بنية صافية، بيطلع أحلى من أي أكل جبتيه أو أي أكل عملتيه باللحمة والفراخ الكلام ده كلّه. تمام، عندي هنا فصّين من التوم ضفتهم على السمنة. طبعًا أنا سِبت الطاسة تحمَر شوية أو تسخن شوية، فابتديت إن أنا أحاول أقلِّب بسرعة عشان ما يتحرقش معايا. حطيت طبعًا نُص معلقة من الكزبرة بعد ما حطيت ما جبتهاش دي معلش والطشة ما جاتش ما أعرفش راحت فين، بس إحنا عارفين هنعمل إيه بعد كده، تحمَّر التومة ونحطها في العدس ونقلِّب تقليبة حلوة كده. شايفين؟ ما فيش أسهل من كده بقى ولا أسرع من كده، أكلة سهلة وبسيطة، يا دوبك تاخد غلوة صغيرة جدًا وأطفي عليها. تمام. عندي بقى هنا كان عندي بقى حبيت أدلّع العدس بتاعي بقى، أعمل إيه، كان عندي حتّة سمنة بلدي كده، رُحت مقطّعة منها مكعبتين قُلت ما استخسرش، رُحت حاطّاها كده تسيح خلِّت ريحة العدس في حتّة تانية وطعمه خطير، خطير، خطير. مش عدس يا جماعة، دي لحمة بلدي عايزة أقول لِك تحفة، تحفة. غرفناهم بقى في الطبقان بتاعتنا كده، وجِبنا بقى حبّة من البقدونس بقى التزيين بتاعِك حسب الرغبة يعني. بُصّوا ما شاء الله شكل الليفت بتاعي الجميل اللي أنا عاملاه طرنشات بالسكينة المشرشرة إزاي، ما شاء الله. يالّا بقى يا جماعة نشترك في القناة بتاعتي ونفعّل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. طبعًا البصل الأحمر ده بيبقى مسكّر جدًا وطعمه حلو أوي، عندِك بصل أخضر حُطّي، ما عندكيش الموجود بنستخدمه يا جماعة. يعني بلاش نصعّبها على نفسنا لإني مش مستاهلة يعني، فالحمد لله الموجود نكمّل بيه. تمام كده؟ طبعًا جِبت بقى العيش وقطّعته 4/4 ويالّا بينا بقى بألف هنا وشفا على اللي ياكل ويتفرّج، ويا رب دايمًا يكون الفيديو عجبكم وينال إعجابكم يا رب ويبارك فيكم وفي صحتكم، وما تستخسروش فيّا اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، ويا رب دايمًا سَنة سعيدة علينا وعليكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم.